السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماعة الخير، أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. فاكرين زمان كده واحنا صغيرين، يعني في إعدادية في ثانوية، كنت تمشي في الشارع تلاقي واحد بيند عليك يقول لك خد يا كابتن تعالى، وفي الغالب الراجل ده بيبقى قدام باب مسجد، يقول لك خد تعالى، اسمك إيه؟ تقول له محمد، أحمد، مصطفى، أيا كان. يقول لك يا محمد على اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. تقول له اسم محمد. يقول لك بتصلي يا محمد؟ تعالى بقى هنا. لا ما بصليش. ليه يا محمد ما بصليش؟ طب بص هقول لك على حاجة، احنا دلوقتي هنصلي المغرب، تعالى صلي معانا. هنا بقى يعني في ناس تخلع بأي حجة بقى ويمشي، وفي ناس بتخش تضطر تصلي، ويعني اللي هو ايه، تمام هخش اصلي. وفي ناس بتبقى عايزة فرحانة ومبسوطة، بس ده أقلية طبعا يعني. تخش تصلي يا معلم وتخرج وتمشي ولا أكن في حاجة حصلت. بعد ما كبرت عرفت إن الراجل ده كان عايز مصلحتي. تخيل، وأنا ما كنتش عارف مصلحتي فين وهو كان عارف مصلحتي فين. لأن لما كبرت دلوقتي أهو أنا مكان الراجل ده، بتكلم عن الصلاة، ولما بكلم صحابي بكلمهم عن الصلاة، بس بقى فاهم حتة صغيرة جدا الراجل ده ممكن مكانش حاسة فيا. وانا بكلم صاحبي او الشخص اللي بكلمه عن الصلاه ما بيصليش ليه مثلا، ببقى عارف ان هو ممكن في الغالب يكون متضايق. يعني اللي هو انت بتكلمني ليه عن الصلاه؟ تمام هصلي بكره، تمام، يعني نتكلم عن اي حاجه تانية بقى، اي حاجه تافهه طبعا يعني. فبقول له على فكره انا حاسس ان انت متضايق، وانا مكانك كنت متضايق زمان، بس لما كبرت عرفت ان الراجل ده كان عايز مصلحتي جدا، وانا ما كنتش عارف مصلحتي فين. ليه ما نصليش؟ ربنا سبحانه وتعالى مدينا 24 ساعه. الصلاه قد ايه؟ ساعه، 50 دقيقة بالظبط. لو 10 دقايق في كل صلاة فخمسة ب50، و10 دقايق صلاة، و10 دقايق قصدي قراءة قرآن، ادي الساعة. يا بخيل، يا بخيل، يعني مش عايز تدي ربنا ساعة وهو مديك 24 ساعة؟ ده انت بخيل فعلا. ما تبقاش بخيل على ربنا بساعة. ربنا كريم، مديك 24 ساعة وانت مش عايز تديله ساعة. عرفت الراجل ده دلوقتي كان عايز مصلحتي بجد، وكلنا لو فكرنا هنلاقي الراجل ده عدى علينا كلنا. اكيد عدى علينا كلنا، و90% خلع او دخل صلى وبعد كده مشي وما صلاش، و10% اللي دخل صلى واستمر والتزم. لما كبرت بقى زي ما قلت لكم عرفت ان الراجل ده كان عايز مصلحتي، وانا اهو بعمل زيه. وانت ممكن تكون بتعمل زيه مع عيالك او مع اصحابك. يبقى الراجل ده كان عايز مصلحتنا ولا لا؟ نعرف مصلحتنا فين. والحمد لله، الحمد لله اللي لحق نفسه واللي ملحقش نفسه. الحق نفسك واعرف مصلحتك فين. جزاكم الله خيرا واشوفكم على خير. ما تنسوش لايك والشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير والسلام عليكم.